ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه للشعر رهيبه رهيبه رهيبه. هتعب وانا اقول لكم ان الوصفه دي رهيبه كويسه جدا. اكيد كلنا سمعنا في الاواخر عن فوائد البصل والثوم للشعر، فعايزه اقول لكم التونر اللي احنا هنعمله النهارده للشعر ده تحفه بجد، جميل قوي. وكمان هنعمل منه ماسك للشعر برضو. هنا اول حاجه هنجيبها بصلايه كده حمرا حلوه كده بقشرها بكل حاجه فيها، يعني يا دوب هنغسلها تحت الحنفيه ونقطعها زي ما انتم شايفين كده اربعه. والقشر بتاعها يعني ما نرميش القشر اللي هو بيبقى فيها من بره ده اللي احنا بنرميه ده، لا ما نرميهوش. وهنا توم، يعني ممكن مثلا 5 فصوص توم، 6 زي ما انت عايزه، او حسب الكميه يعني اللي هتعمليها. هي الكميه هتقعد معاكي اسبوع. وبنقطعه كده نصين بقشره برضو. عايزه اقول لكم ان القشور دي فيها فوائد فظيعه فعلا للشعر وحلوه جدا ومجربه. هنجيب حله كده ألمونيا وهنحط فيها حله صغيره يعني، نحط فيها البصل والثوم. وهنحط بقى معاهم شويه اعشاب، يعني ما تستغربوش الاعشاب، بس هي فعلا كلها مفيده للشعر. ورق لوري وحبهان، وكمان هنحط روزماري. الحبهان اللي هو المسمار، في الدول العربيه بيسموه المسمار. وهنحط كمان روزماري. وكمان هحط اللي هو شاي اخضر. كان عندي شاي اخضر اللي هو الباكيت دوت الفتلة، اللي هو معاه جواه نعناع، يعني شاي اخضر بالنعناع. برضو هفتح الباكيت وهفضيه فيه. وهحط حلبة. طبعا كلنا عارفين ان الحلبة ليها فوائد كتير قوي للجسم، ويعني فوائدها حلوة جدا. وكمان المنقوع بتاعها لما بيتحط على الشعر بيبقى رهيب، بتطول الشعر وبتقله. بصوا فوائدها جميلة جدا. هنا ده الباكت بتاع الشاي اللي قلتلكوا عليه، فضيته كده زي ما انتم شايفين. وكمان هحط برضو معلقة شاي اللي هو الشاي الأحمر العادي بتاعنا. وهحط معلقة بن. طبعا برضو احنا سامعين عن البن ان فوائده حلوة جدا للشعر، بيعقم فروة الراس وبيحفز الشعر ان هو يطول، بيخليه يطول فعلا بطريقة رهيبة. يعني انت كمان لو حطيتي البن مع الشامبو بتاعك فظيع. لما تيجي تاخدي دش كده، بتحطي مثلا على شوية الشامبو اللي انت بتستخدميهم في الطبق، وبتحطي عليهم شوية بن بتدوبيهم وبتغسلي بيهم شعرك، بيخلي الشعر يطول بطريقة رهيبة. وكمان حطيت شوية كركديه زي ما انتم شايفين. الكركديه برضو من الحاجات المفيدة جدا للشعر، وفوائدها حلوة جدا، يعني تكثيف وتطويل وبتنقي فروة الراس. فبتخلي الشعر يطول كده ايه، يعني بيبقى بيتنفس، شعرك بيتنفس. فالشعر لما هيتنفس هيطول حلو قوي، وهيتقل كمان، هتلاقوا الشعر بينبت. بس انتوا استمروا عليها. هنا حطيت كوباية مية من الحنفية، كوباية مية كده من الحنفية. حطيتها على كل المكونات اللي احنا عملناها دي، وقلبتها كده كويس، يعني عشان كله ايه يعني المية تبقى كله منسجم مع بعضه كده. وبعد كده هحطه على النار، على نار عالية عادي. بس أول ما تبتدي تغلي، من أول ما تبتدي تغلي بوطي النار عليها خالص واسيبها لمدة 10 دقايق على النار. المية بتاعتنا مش هتقل، وهتغلي كويس، يعني هتمتص كل الفوائد اللي في الأعشاب اللي احنا حطيناها، والبصل والثوم والحاجات دي كلها هتتسحب في المية. حتى بصوا البصل لونه اتغير يعني. تمام. هنحطه بعد كده، هنصفيه نسيبه يبرد بقى خالص، هنسيبه يبرد تماما في الحلة، يعني نغطيه ونسيبه مثلا ساعة ساعتين، الوقت اللي لحد ما يبرد معاكي. تاني يوم مفيش اي مشكلة لو انتي عاملاه بالليل يعني. وبعد كده هنصفيه في كوباية، نصفيه كويس. وبعد كده هنجيب بخاخة من عندنا نظيفة ونكون معقمينها ونحطها فيها. تستخدمي بقى التونيك دوت امتى؟ قبل ما تاخدي دش على شعر نضيف بساعة أو ساعتين، ترشي كده في فروة الراس وتدلكيه. أهم حاجة كمان اللي بيحفز فروة الراس وبيخلي الشعر يعني يمتص كل حاجة كده وبتتنفس فعلا، ان انت تدلكيها. التدليك أهم علاجات للشعر والفروة الراس. هنا انا صفيتها كده زي ما قلت لكم. بقى هنرش على الشعر، على فروة الراس يعني، وندلك مع التدليك كويس جدا لمدة 10 دقايق مثلا كده، او 5 دقايق لو انتي مش ما عندكيش طولة بال يعني. وبعد كده بنرش برضو على شعرنا نفسه، وبنعمله بتوكة فوق مشبك كده، وبنسيبه ساعة او ساعتين. وبعد كده بناخد الدشاية. ممكن تعمليه مثلا وراكي حاجة في البيت هتعمليها ترويق اي حاجة، ولحد ما تخلصي حاجتك هيكون ايه، اخدتي وقت يعني، وهي شعرك خد الفايدة بتاعته. وبعد كده بتاخدي الدش عادي. اعمليها امتى بقى؟ مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، مفيش اي مشكلة. هي الكمية دي لو حطيتيها في التلاجة ممكن تقعد معاكي اسبوعين او يعني 10 ايام.
ولو بره الجو لو حلو تمام، بس هي نحطها في التلاجة احسن علشان ما تبصش يعني، عشان طبعا هي طبيعية واحنا مش حاطين فيها اي مواد حافظة. مرتين في الاسبوع حلو قوي ليكي ولبناتك، ولو عندك ولاد برضو شعرهم ضعيف بتحطيه، فوائدها رهيبة جدا ومش هتبطلي ان انتي تعمليها. واكيد يعني اقري عن الفوائد البصل والثوم والحلبة وكل الحاجات اللي احنا حطيناها دي للشعر، يعني كل حاجة للتطويل وللكثافة واللمعان وشعر صحي في التونر اللي احنا عملناه للشعر ده. فعلا تابعيه وقيسي شعرك كده طوله قد ايه. واهم حاجة طبعا برضو قبل ده كله ان احنا نهتم بغذاء الجسم من جوه، علشان اللي احنا بنعمله من بره ده يظهر. يعني لازم يكون عندنا مفيش انيميا، الحديد كويس في جسمنا، بنشرب مية كتير، بناكل خضروات، بناكل فواكه كتير، يعني عاملين تحاليل تمام التحاليل بتاعتنا. اي حاجة هتعمليها على شعرك النتيجة بتاعتها هتظهر بسرعة. انما لو احنا عندنا انيميا، ما الانيميا دي سبب من اسباب تساقط الشعر، والفيتامينات الناقصه في شعرنا برضو بتبقى دي سبب من اسباب تساقط الشعر. هنا بقى ده ايه اللي انا عملته؟ بعد ما صفيت انا الخليط ده كله، الاعشاب والبصل والثوم والحاجات دي كلها، ضربتها في الخلاط. يعني انا خدت المية بتاعتها وخدت بقى الحاجات دي ضربتها في الخلاط كويس، وبعد كده حطيت عليها معلقتين زيت زيتون. زيت الزيتون ده انهي انا كنت عامله معاكم وصفه من قريب، يعني هتلاقوها عندي على القناه، اللي هو الزيت اللي بالاعشاب، كانوا اخر حبه عندي يعني فيه، فانا صفيتهم وحطيتهم عليه. بتحطيهم على شعرك قبل ما استحمي ساعه او ساعتين برضو، اذا كانك بتعملي حنه، وتحطي عليه ستريتش راب، وبعد كده بتستحمي وبتغسليه وشوفي الفرق. هتحسي فعلا بالفرق يعني. اظبطي شعرك كده، عارفي طوله قد ايه وكثافته، وبعد شهر من الاستخدام للوصفة دي وهتحسي بالفرق اللي انا بقولك عليه. يا رب اكون افدتكم النهاردة، ولايك واشتراك للقناة ولو عجبكم الفيديو. باي باي.